أكبر الله أكبر. مكان عال فوق تلة يطل على الناس في داقوق، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي السجاد، مرقد الإمام زين العابدين. تؤكد المصادر التاريخية أن علي زين العابدين كان حاضرا في كربلاء إذ شهد واقعة الطف بحذافيرها، وكان يوم الواقعة مريضا شاءت مقدرة الله أن يبقى نسل أهل البيت في تلك الواقعة. إمام تقي ورع كثير الدعاء، كنيته السجاد لكثرة العبادة، وهذا ما اتفق عليه شيوخ ومراجع وأئمة الطائفتين الشيعة والسنة. بداية نحن الآن في قضاء داقوق في مكان طاهر وشريف ومقدس، وهو مقام الإمام زين العابدين، وهو الإمام علي السجاد ابن الإمام الحسين سيد الشهداء ابن الإمام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الإمام الهمام الذي عاش مآسي كربلاء وواقعة عاشوراء بكل جنباتها وبكل أحداثها، وهو الوحيد الذي بقي من النسل الهاشمي المقدس، لأنه ما جرى في كربلاء إبادة جماعية لنسل آل هاشم، لنسل الإمام الحسين، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى النسل محفوظ ببقاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام زين العابدين أمه شاه بانويه بنت كسرى ملك الفرس، نشأ في بيت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وتلقى ما تلقى من أبيه ومن عمه ومن هذه الدوحة المحمدية الطاهرة التي قال بحقها الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الإمام الهمام الذي يعجز اللسان عن وصفه، هذا الإمام الذي كان سلاحه الدعاء، وكان سلاحه العبادة، وكان دعاؤه ثورة على الظالمين، وثورة على المنحرفين، وثورة على الفاسدين. الإمام الحسين عليه السلام أبوه ثار على الفاسد بسيفه، وزين العابدين ثار بدعائه وبموقفه وبخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حقيقة أئمة أهل البيت هم يعني أئمتنا، أئمة المسلمين جميعا بكل المذاهب والمشارب. والإمام علي زين العابدين سمي بزين العابدين لأنه كان، هذا لقب طبعا، كان من أعبد الناس في زمانه. وسمي بالسجاد لأنه قيل كان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 1000 ركعة لله تبارك وتعالى، لذلك سمي بالسجاد يعني كثير السجود. وزين العابدين يعني أتقى عباد الله في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، وهو ما تبقى من أبناء سيدنا الحسين عليه السلام في حادثة كربلاء. هو بقي من هذه السلالة الطاهرة الزكية، وهو إمامنا وإمام المسلمين بالإجماع بلا شك. وهم مذهبهم في الحديث لهم ومذهب خاص، ويسمى بالسلسلة الذهبية، يعني كل مرويات الحديث الذي جاءنا من خلال سيدنا السجاد الإمام زين العابدين يسمى أو تسمى هذه السلسلة بالسلسلة الذهبية،
لأنه سلسلة أهل البيت. يعني أنت الحديث عندما تأخذه من أهل البيت هذه يعني تعتبر سلسلة ذهبية، لأنه يعني هم من أهل النبي، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك يعني بلا تشبيه يعني هناك فرق حينما أنت تروي عن جدك أو يروي غيرك عن جدك، فروايتك أنت تعتبر رواية ذهبية، لأنه أنت من أحفاد هذا النبي الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. وهم أيضا مذهبهم لهم مذهب، وهو سيدنا الإمام علي وولده الإمام محمد الباقر. سمي بمحمد الباقر لأنه بقر العلم، يعني جمع العلم كله. وولده إمام جعفر الصادق، وولده إمام جعفر الصادق الإمام موسى الكاظم، كاظم الغيظ. وسيدنا موسى الكاظم ولده علي الرضا. فهؤلاء هم سلسلة آل البيت رضوان الله تعالى عليهم والجواد. وكذلك الإمام حسن العسكري والإمام علي الهادي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهم أئمتنا بلا شك، ولهم مذهبهم في الحديث وفي الفقه. يبعد مرقد الإمام زين العابدين عدة كيلومترات شرقي قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك. حسب الروايات الغير رسمية يعود تاريخه أي بناية المقام لأكثر من 750 عاما خلت. الإمام زين العابدين كان محط أنظار الناس في وقته لعبادته الكثيرة وزهده وتحمله لكل شيء، فكانت المراهنات لاستفزازه وغضبه كثيرة أيضا. لكن كيف كان الجواب للإمام نفسه أمام تلك المراهنات؟ وروي أن مرة الناس، يعني هذول المنكرين أو المبغضين للإسلام ولآل بيت النبوة، قالوا يعني قد جعلوا جائزة أو رهن مبلغ 100,000 درهم لأي واحد يقدر يعني يستفز الإمام السجاد، يعني يخليه يتعصب. فهو كان يخرج من المسجد بعد الصلاة، وكان الناس يمشون خلفه، يعني هو صاحب وجاهة. فلما يخرج عنده موكب مهيب، الناس الأحباب والمحبين يخرجون معه. فعند خروجه من الصلاة جاء هذا الرجل ووقف على طريقه على باب المسجد، قال: أنت إمام زين العابدين يقال لك؟ قال: هكذا يقولون. قال: والله أنت شين العابدين. يعني أخذ يسبه: أنت كذا وكذا، أنت ما بك أي صفة من صفات الإسلام والمروءة والرجوع، حاشاه. فبكى الإمام السجاد، بكى بكاء ما أجاب. قالوا: لماذا؟ يعني أتباعه تلاميذ الأحباب يعني يريدون أن يصدوا أو يضربوا هذا الرجل. قال: دعوه. قال: والله يعني ماذا أقول لك؟ أشكرك لأنه قد يعني بينت لي عيوب في أنا لا أدري، هذه العيوب معي. آجرك الله على أنه أنت بينت لي هذه العيوب. فبكى الرجل حقيقة، هو عبالة يعني راح يسبه أو يكون سب بالسب، ردة فعل أقوى، ولكن يعني أخجل هذا الرجل. نعم. فقال: والله لقد يعني ما أردت إلا أن أستفزك. قال: ما الذي جعلك تفعل هذا؟ قال: والله راهنوني
على 100,000 درهم. يعني جماعة أكو أعطوني 100,000 درهم حتى أخليك تكون عصبي. فقال رضي الله عنه أعطوه أضعاف ما أعطوه الجماعة، فأكرمه الرجل وأكرم الرجل وكان سببا في توبته، فأصبح من أقرب المقربين إليه رضي الله عنه. هذه قصص حقيقية في حياة صحابة رسول الله، ولا سيما آل بيت النبوة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تغنى بشخص الإمام الشعراء في ذلك الزمان وحتى بعده مشاهير الشعراء أمثال أبي نؤاس الذي عاصره وعاصر أبيه، والفرزدق، وغيره الكثير أشعروا بحقه بكلمات هكذا: تكلم بحقه الشعراء، ولعل ما ذكره الشعراء والفرزدق عندما تغنى بحب هذا الإمام الهمام صلوات الله وسلامه عليه، عندما قال في تلك القصيدة الرائعة: يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي الجواب إذا سؤاله قدم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وهكذا هذه الكلمات التي هي نقطة ببحر هذا الإمام الهمام الذي عندما جرى ما جرى في واقعة عاشوراء كان هو الراعي للعائلة المقدسة ولحرم جده أبيه الحسين، ولكذلك حرم صحابة الإمام الحسين. الشاعر العربي العراقي أبو نؤاس رجل صاحب كيف، قالوا: أنت لماذا يعني ما قلت شعرا في آل البيت؟ لأنه أبو نؤاس هو شاف سيدنا موسى الكاظم ورأى علي الرضا، يعني شاف الأب والابن. قالوا: عجبا، يعني ما عندك أشعار آب. نعم. قالوا: عجب ما عندك شعر على آل البيت. قبل يعني العرب يحبون الشعر حتى قبل الإسلام، الشعر يعني له محل في مشاعر الناس. فقالوا: كيف أنت يعني فاتتك ونسيت أن تقول شعر على آل البيت؟ فقال أبو نؤاس: قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، ولك من جوهر الكلام بيان ينثر الدر بين يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى، يعني علي الرضا، فعلى ما يعني لماذا، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي اجتمعنا فيه، يعني أكو خصال حميدة أيضا في الإمام علي الرضا. فقلت: لا أهتدي إلى مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. يقول: من أنا حتى أمدح آل البيت إذا كان جبريل كبير أمناء وحي السماء والأرض خادما لأبيه؟ من أنا حتى أكون أمدح آل البيت أو أمدح سيدنا علي الرضا؟ فهؤلاء هم سلسلة النور، آل البيت النبوة. حتى الشعراء كانوا يتسابقون في إلقاء الشعر وكتابة الشعر وإلقاء الشعر عليهم وعلى الصفات الموجودة فيهم رضوان الله تعالى. في الآونة الأخيرة ضرب زلزال قضاء داقوق والمناطق المحيطة بها. لم تكن هناك أضرارا بشرية، لكن الأضرار لحقت بالأبنية وبالتحديد مقام الإمام زين العابدين التي لحقت بقبته وانشقت إلى شقين. وقف الشيعي أغلقه ومنع الزيارة إليه لأجل ترميمه وتأهيله من جديد. بدأنا في هالموضوع العمل هذا، الحمد لله استلمنا ملف مهم جدا، ملف المشاريع.
وراح تكون لكركوك. وبدأنا بالعمل الواقع والحثيث بالتعاون مع إدارة المحافظة مع الدوائر المعنية مشكورين، وشفنا تجاوب كبير وهمة حقيقية لأجل الوصول بكركوك إلى مرحلة متقدمة أكثر. من أهم الأولويات اللي عندي أنا شخصيا هي هذه المدينة المباركة، مقام زين العابدين. تشوفون انتم قضاء داقوق قضاء مهم جدا، هو بوابة كركوك اللي الداخلين من الوسط والجنوب. بالتالي أنه هذا القضاء فيه خيرات، فيه نفط، شوف هذا حقول مال نفط ومال غاز أمامكم، في ثروة سمكية، في ثروة زراعية، في ثروة سياحية، في ثروة دينية. يعني هذا المقام المبارك اللي تشوفوه انتم هذا يعتبر عتبة دينية رئيسية تستقطب الآلاف بل ربما حتى الملايين سنويا من الزائرين والقاصدين لهذه البقعة المباركة. لذلك تحركنا حركة حثيثة لإكمال بعض المشاريع المتلكئة ليس في صدد الآن عرضها، من ضمنها مستشفى داقوق، جسر داقوق، كثير من الطرق إلى آخره. لكن عندي أنا شخصيا من أهم الأولويات هو الاهتمام بالمقام زين، وأيضا في منطقة الجسر العثماني. هاي المنطقة القريبة شوفون طبيعة خلابة جدا، طبيعة يعني أنا تكلمت والآن في صدد إعداد دراسة متكاملة لأجل أن تكون إما بيئة استثمارية ناجحة أو مشاريع تنفذها الدولة، باعتبار أن إذا قدرنا نسوي مشروع ضخم هنا، مشروع سياحي ضخم، طبيعة موجودة وأرض موجودة وأرض تابعة للدولة، وحتى الجبال الطبيعية موجودة. ممكن مثلا تلفريك على سبيل المثال، مشروع التلفريك الناجح اللي يربط من المقام إلى تلك المنطقة بدورة حلقية، هذا راح يكون بيئة سياحية جاذبة للمنطقة ويكون فد شيء إيجابي وراقي جدا. وهكذا أنا في صدد الآن يعني وإن كنا تشوفون الآن المقام مغلق أكو حملة إعمار، لكن حتى الإعمار اللي ممكن يكون له مو بالمستوى المطلوب، هذا يستحق إعمار أكثر بعد، يستحق خدمة أكثر بعد، التفاتة حتى الكادر الوظيفي قليل ما يكفي قياسا مع احنا كلها في دراسة معدة حقيقة بجهود الإعلام، بجهودكم مشكورين، متابعتكم لهذه الأمور، بجهود القوى المخلصة. احنا يعني ذاهبين بقوة لأجل أنه يكون الجسر العثماني هالمنطقة هاي التفاتة خاصة بها، إذا أكو تعارضات نحلها، إما أن تعرض كفرصة استثمارية، وأعتقد الاستثمار ممكن يؤدي إلى نجاح أكثر باعتبار منافسة حقيقية، أو يكون في نوع آخر. لكن بصورة عامة أنا حقيقة داعم لأن يكون مشروع التلفريك اللي هو راح يكون يعني حقيقة إذا ما شاء الله عز وجل وقبل هذا المقترح وفعل، راح يكون بيئة سياحية وحقيقة جميلة لأهل هالقضاء وبالتالي كركوك. هنا وهنا وهنا أيضا علقت الآمال وطلبت الحوائج من خلال قطع من الأقمشة الخضراء وغيرها من الألوان. ليس مهما، بل الحاجة أهم. جار الزمان على هذا المكان وفعل الزلزال فعلته كي يكون قبب وجدران المقام هكذا، فالوجود أكثر من ذلك قرب جدران المقام خطير جدا. تركنا المكان وتوجهنا شرقا أكثر من ذلك، قاصدين الجسر العثماني المرتبط تاريخيا بمقام الإمام زين العابدين. هذا الإرث الحضاري العراقي أولا والكركوكي خاصة لا يمكن تركه هكذا من غير الاهتمام به، فالشعوب تعرف بحضاراتها، فكركوك أولا والعراق بشكل عام من ضمن الدول التي تسمى بأرض الأنبياء والأئمة والصالحين.